هلو هلو، كيف حالكم؟ طبق اليوم مش رح تنسى طعمه بحياتكم، ورح تضلكم تعملوه باستمرار. أنا منال وصفحتي لتقديم الأكلات السهلة والسريعة. رح نعمل اليوم أطيب شوربة بندورة على الإطلاق، ومع سندويشة الجبنة الطعم فوق الخيال. المكونات الأساسية اللي رح نحتاجها هي بندورة، ولازم تكون حمرا، فلفلة حلوة برضو حمرا، بصل كبيرة، راس توم كبير، وبندورة شاري، وكريمة طبخ وريحان. وطبعا ما بدنا ننسى الخبز وجبنة القشقوان. أول شي رح أبلش أقطع البندورة لأرباع. وهون أنا استخدمت بس 3 حبات، وبنحطهم بالبايركس. ولأنه طعمة البندورة الشاري طيبة رح أضيف ربع كوب منها، وإذا ما عندكم مش ضروري. بنقطع الفلافلة نفس الشي لقطع كبيرة، وبنقشر البصلة وبنقطعها، وما ننسى نشيل الأطراف. وكذلك التوم، بنشيل طرف واحد بس، أو تقدروا تحطوا التوم مقشر جاهز. بنحطهم كلهم بصينية فرن أو بايركس، مع 4 معالق زيت زيتون، ومعلقة كبيرة بهارات إيطالية، ورشة شيلي فليكس إذا بدكم إياها حارة، ومعلقة صغيرة أوريجانو. وعلى الفرن على حرارة 180 لمدة 50 دقيقة، وبنعطيهم تحميرة خفيفة من الوجه. بعد ما نطلعهم من الفرن بنحطهم على طول كلهم بالخلاط، وأنا بفضل نستخدم الخلاط مش الهاند بلندر. الخلاط بيخلي قوامها جدا ناعم، وهاد اللي بدنا إياه. بنخلط من دون ما نضيف مي، أوكي؟ لا تضيفوا مي، اسمعوا مني. وبنحط فوقهم شي 5 ورقات ريحان، وبنرجع نخلط. نسكب الخليط بطنجرة مع مكعب ماجي ومعلقة صغيرة ملح. وإذا بتحبوا ضيفوا معلقة كبيرة من رب البندورة مشان تعزز اللون، بس أنا عاجبني لونها هيك. بنحطها على النار مع التحريك المتواصل لحتى ما تنحرق، وعلى حرارة وسط. أول ما تغلي بيدوب الماجي بنطفي عليها مباشرة، وعدلوا الملح براحتكم. هلأ بدنا نعمل سندويشات الجبنة. بعد ما نحشي الخبز بجبنة القشقوان، أو فيكم تستخدموا موزاريلا أو شيدر اللي متوفر عندكم، أو ممكن تعملوا ميكس تشيز. ندهن الساندويش بالزبدة من الجهتين، وبنحمصهم على النار. بنحمصهم لحتى ياخدوا لون وتدوب عنا الجبنة. قوام الشوربة هيك تمام بدون إضافة مي نهائي. وبنحط آخر شي اللمسة الأخيرة اللي هي كريمة الطبخ، رشة خفيفة على الوجه. المكونات هاي عملت معي 4 صحون شوربة بحجم صحون الزبادي. مش عادي الطعم يا جماعة، الساندويش رهيب. نصيحة لازم تقوموا تعملوها، جد مش هقدر أوصفلكم قديه زاكية. جربوها وخبروني رأيكم بالتعليقات. وصحتين وألف عافية.